مقرأة المنارة والرباط تقدم فقه التراويح. فقه التراويح إضاءات على أحكام صلاة القيام وتبصير للقائمين بمقاصد تراويح شهر الصيام، مع الشيخ محمد المصطفى الشيخ عبد الله الولي. المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من فقه التراويح. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. في حلقة اليوم سنتحدث عن استخدام مكبر الصوت في المساجد لصلاة التراويح. من المعلوم عند أهل العلم أن استخدام مكبر الصوت في المسجد بالنسبة للأذان والإقامة والصلاة أمر جائز، بل إنه قد يكون مطلوبا شرعا لأنه وسيلة لتحقيق أمور مقصودة في الشرع، منها رفع الصوت بالأذان كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. وكذلك تتحقق من المكبر أي مكبر الصوت فوائد كثيرة أخرى، منها تذكير الناس بالصلاة، ومنها الاستماع التام لتلاوة القرآن الكريم، وصوت التكبير من الإمام بالنسبة لمن يصلي مع الإمام عبر مكبر الصوت، وغير ذلك من المصالح الشرعية المعروفة. ولكن هذا الاستعمال لا بد أن تراعى فيه الضوابط الشرعية، لا بد أن يراعى في استعمال مكبر الصوت في الصلاة أن لا يؤدي استعماله إلى التشويش على المساجد الأخرى، خاصة وأن بعض المساجد متقارب في المسافة، ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. الحديث خرجه الإمام أحمد. وأن لا يؤدي ذلك أيضا إلى إيقاظ النائمين الذين لهم أعذار شرعية. وقد جمع ذلك في تبيان هذا المبحث وتحقيق المناط فيه شيخنا العلامة الولي الناسك الشيخ محمد بن مين حفظه الله ورعاه في نظم المباحث بقوله: واتقي في البوق أذان السدس إن كنت ممن بالهداة يأتسي، فقد يكون للشيوخ والعجائز وبعض الحبليات مزعجا، وفيه إضرار بكل ذي وصب وكل من أنهك جسمه نصب. وندب رفع الصوت بالأذان قد جاء، فأصل الرفع ليس ينتقد، ولكن استعمال بوق مزعج فيه عن أفضل القرون لم يجي. ويحرم المندوب إن أدى لما حرم، والإضرار مما حرم فليس يقوم أن يدرك قربة إن به أضر ذلك. والشك في الإضرار مثل الجزم، ولا ثواب في ارتكاب الإثم. والمروح على النوم ليس يندب فعل له ولا عليه يجب، فاتق إيقاظ امرئ جهلت حاله لفرض الصبح أو نفل الضحى. وكن لعلم الفقه في الأحكام بالفقه في الأحوال ذا إتمام. علمني الله وإياكم علم التقى والأدب، ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل.